حسناً، اليوم سأشاركهم 3 قصص مفقودين غريبة تماماً، لكن قبل أن ندخل في هذه القصص، إذا كنتم من محبي الغريب والمظلم والغامض المقدم في شكل قصة، فقد وصلتم إلى المكان الصحيح، لأن هذا كل ما نفعله ونرفع مرة واحدة في الأسبوع. لذا إذا كان هذا يثير اهتمامكم، يرجى تقديم مخروط آيس كريم طازج لطيف لزر الإعجاب، لكن لا تخبروهم أنكم قد أخفيتم شظية زجاجية سراً في وسطه. كما يرجى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جميع الإشعارات حتى لا تفوتوا أي من تحميلاتنا الأسبوعية. حسناً، لنبدأ في قصص اليوم. في فترة ما بعد الظهر من يوم 11 أكتوبر 2016، دخل رجل في منتصف العمر يدعى كارلوس هيريرا الأب إلى منطقة الزيارة في سجن في فنزويلا. الغرفة نفسها كانت تبدو نوعاً ما مثل كافيتيريا مدرسة ثانوية، مع طاولات وكراسي في كل مكان للسجناء وزوارهم للجلوس والاجتماع. وأمام إحداها كانت طاولة واحدة، حيث كان هناك سجين يبدو متشردا كان هناك للقائه. مع الاقتراب من هذا الرجل يمكن رؤية أنه يبدو سيئا جدا. السجين، أعني عظام خدوده كانت بارزة، كان نحيفا نوعا ما، كان ملطخا بالدماء ومكدما، كان لديه ضمادات على ذراعه. وأيضا مع الاقتراب من هذا الرجل يمكن رؤية بوضوح جميع الحراس الذين يصطفون على الجدران والمخارج في منطقة الزيارة هذه، يتلون بعدم راحة. تعرفون، مع اقتراب هذا الاجتماع، وكان لدى المرء فكرة جيدة عن سبب قلق هؤلاء الحراس، وذلك لأنه خلال الشهر الماضي كان السجن مغلقا بسبب عصابة داخل السجن قد ثارت وتغلبت على الحراس واستولت تماما على السيطرة لمدة شهر كامل. هذا ولتوضيح الأمر، أعني خلال هذا الشهر مات أشخاص نتيجة لهذا الاستيلاء. أعني كان شهرا فظيعا لهذا السجن، وكان فقط خلال اليومين الماضيين أن تمكن الحراس أخيرا من استعادة السيطرة. وعرف كارلوس كل هذا ليس فقط لأن الشغب كان في الأخبار طوال الوقت الذي كان يحدث فيه، بل أيضا لأن ابنه الخاص كارلوس الابن كان يقضي عقوبة في هذا السجن بتهمة السرقة. كان كذلك منذ العام الماضي، ومع ذلك لم يكن كارلوس الأب قادما لزيارة ابنه الآن. بدلا من ذلك كان قادما لزيارة سجين مختلف، لأنه خلال هذا الشغب اختفى كارلوس الابن فجأة. وعندما علم كارلوس الأب بذلك، اتصل بمسؤول السجن وأشخاص آخرين وسياسيين، سم ما شئت، لمحاولة معرفة أين ذهب ابنه، لكن لا أحد يبدو أنه يعرف. وأخيرا وجد هذا السجين الواحد الرجل الذي يلتقيه اليوم، هذا الرجل المضروب المظهر الذي وافق على التقدم وإخبار كارلوس الأب بما يعرفه عما حدث لكارلوس الابن. وهكذا جلس كارلوس على هذه الطاولة مع هذا السجين، وبعد أن قدم الاثنين نفسيهما، قال كارلوس الأب بسرعة كبيرة: من فضلك أخبرني ما حدث لابني، أين هو؟ لكن هذا السجين الذي كان يتحدث إليه لم يدخل فورا في قصة واضحة عن كارلوس الابن. بدأ هذا الرجل في الحديث عن سجين آخر تماما، رجل يدعى دوران هيل فارغاس. فارغاس كان مشهورا عبر فنزويلا بسلسلة من القتل الوحشي الذي ارتكبه، مما أدى في النهاية إلى وضعه في هذا السجن. وخلال هذا الشغب الأخير في هذا السجن، كان فارغاس وعصابته هم الذين ثاروا واستولوا على السيطرة. مثل فارغاس كان مسؤولا فعليا عن الشغب، وهكذا على الرغم من أنه كان يرهب الناس ويوحشهم وكان مسؤولا جدا عن وفيات عدة سجناء، إلا أنه في نفس الوقت كان عليه التأكد من أن الأشخاص الذين يديرهم، وإن كان بشكل غير قانوني، لديهم طعام كاف وإمدادات كافية، وأن لديهم الأشياء التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وهكذا مرة أخرى هو نوعا ما ديكتاتوري وفظيع، لكنه أيضا يضمن الموارد الأساسية. وهكذا يستمع كارلوس الأب إلى هذا الرجل وهو يشرح هذا عن فارغاس وكيف كان مسيطرا خلال الشغب. وكارلوس الأب مثل: لا أفهم فقط، لماذا تشرح الفروق الدقيقة لما كان يفعله خلال الشغب؟ وأشار هذا السجين بسرعة كبيرة إلى الضمادة على ذراعه، وأشار إلى جميع إصاباته التي كانت واضحة جدا. وقال لكارلوس الأب إنه إذا اعترض أي شخص طريق فارغاس بينما كان مسيطرا خلال هذا الشغب، فسيتم ضربهم إلى حد الموت تقريبا. ومرة أخرى في بعض الحالات تم قتل الناس، يعني كان نظاما وحشيا. وهكذا كارلوس الأب مثل: يا إلهي، هل هذا ما حدث لابني؟ هل تم ضربه مثلك بواسطة فارغاس؟ لكن في تلك اللحظة هز السجين رأسه وقال لا، ثم نظر إلى الأسفل وكأنه لا يستطيع التواصل البصري مع كارلوس الأب، وقال فقط: ما حدث لابنك كان أسوأ بكثير. سيخبر السجين كارلوس الأب أنه في وقت ما خلال الشغب تم اختيار ابنه كارلوس الابن بواسطة فارغاس للمساعدة في شيء ما. الآن ليس واضحا إذا ذهب الابن طوعية أم تم إجباره، لكننا نعرف أن الجميع تقريبا كان عليهم فعل ما يطلبه فارغاس، وإلا سيتم ضربهم أو حتى قتلهم. وهكذا في النهاية يوافق الابن على مساعدة فارغاس، والشيء الذي تم اختياره لمساعدة فارغاس فيه كان توزيع الطعام على السجناء، لأن تذكروا على الرغم من وحشية فارغاس
كان مسؤولاً عن توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السجناء، وبسبب هذا الشغب تم إغلاق السجن، وهكذا تم تقييد إمدادات الطعام، وهكذا بدأ السجناء في الجوع. هناك نقص كبير في الطعام، وهكذا قيل للابن مثل هي تحتاج إلى مساعدتنا في توفير الطعام لهؤلاء السجناء. لذا وافق الابن بشكل أساسي على القيام بذلك، وعندها تم إخباره بدقة ما هو الدور الذي يلعبه في العثور على هذا الطعام. بدلاً من الخروج والبحث عن هذا الطعام، كان الابن هو الطعام. حاصر فارغاس وعصابته الابن، ضربه حتى الموت، ذبحه جسده، ثم أطعمه حرفياً للسجناء. هذا ما حدث لابن كارلوس. بعد سماع هذه القصة المروعة دمر كارلوس الأب، وأحد الأشياء الأولى التي فعلها هو الخروج علناً وعقد مؤتمر صحفي كبير لإخبار العالم بما حدث لابنه. لكن على الرغم من وجود العديد من الشهادات العيانية، في النهاية نفت الحكومة الفنزويلية أكل لحوم البشر ولم يتم محاسبة أحد. يظل دوران هيل فارغاس مسجوناً ولم يتم توجيه أي تهم إليه متعلقة باختفاء الابن. رايموندو. في حوالي الساعة 8 مساء يوم 19 أغسطس 1962 جلس صبي يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى رايموندو مارفا ديلفا بالقرب من المدفأة في الغرفة الرئيسية لكوخ في البرازيل الريفية. عاش رايموندو في الكوخ مع والده ريفيلينو، بالإضافة إلى أخويه الأصغر اللذين كانا نائمين بسرعة في أسرتهما داخل هذه الغرفة الرئيسية على بعد أقدام قليلة فقط. كان رايموندو وعائلته فقراء جدا جدا، الكوخ كان صغيرا جدا، كان يتكون فقط من غرفتين، الغرفة الرئيسية التي كان فيها الآن، والمطبخ أيضا الذي كان متصلا بباب واحد. وكانوا حقا في وسط اللامكان في البرازيل. لم يكن لديهم كهرباء ولا مال تقريبا، لم يكن لديهم شيء تقريبا. وهكذا في تلك الليلة بينما جلس رايموندو بجانب النار هادئا نوعا ما، تعرفون لم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله هنا. دخل والده ريفيلينو إلى الغرفة من المطبخ وجلس بجانبه، وجلس الاثنان هناك بهدوء، تعرفون يدفعان النار دوريا بعصا ويجلسان هناك يستمتعان بالصمت، يبذلان قصارى جهدهما لعدم إيقاظ الأخوين الأصغر. وبينما كان هذان الاثنان جالسين هناك، فجأة سمع رايموندو صوتا غريبا قادما من المطبخ، وهكذا وجه انتباهه ونظر إلى المطبخ المظلم، ورأى هذا الشكل الداكن على 4 يتحرك بسرعة نوعا ما عبر الأرض خارج الرؤية. وفورا أصبح رايموندو مرعوبا، لم يكن لديه فكرة عما هو هذا. وهكذا يلتفت غريزيا إلى والده، ووالده أيضا يحدق في المطبخ بعيون واسعة، بوضوح قد رأى الشيء نفسه. ثم قبل أن يتمكن رايموندو من فعل أي شيء، قفز والده وأغلق الباب بقوة، مفصلا بينهما وبين المطبخ، وقفله. وعند تلك النقطة استيقظ الأخوان الأصغر، وكان ال4 جميعهم ينظرون إلى بعضهم البعض مثل ما الذي يحدث. وريموندو يقول لوالده: ما ذاك؟ الآن كان واضحا أن ريفيلينو كان مضطرب جدا بسبب ما هو هذا. لم يكن لديهم حيوانات أليفة، لم يكن هناك أشخاص آخرون داخل الكوخ، مثل لا يجب أن يكون هناك أي شيء حي داخل الكوخ غيرهم. لذا لا يعرف ما هو خائف، لكنه يقول لأولاده: لا بأس، تعرفون كل شيء على ما يرام، تعرفون لا أعرف ما ذاك، لكن دعونا نبقى هنا فقط، نحن آمنون، الباب مقفل، تعرفون نحن جميعنا هنا، نحن آمنون. وهكذا الأولاد يثقون بوالدهم نوعا ما، ويحتمي الجميع معا ويجلسون هناك بهدوء، نوعا ما ينتظرون لمعرفة إذا كانوا سيسمعون شيئا آخر. ولفترة قصيرة لم يسمعوا شيئا، لم تكن هناك أصوات أخرى قادمة من المطبخ. لكن في النهاية بدأ ريفيلينو وأبناؤه في سماع أصوات، وكانت قادمة من خارج الكوخ. وفي البداية لم يتمكنوا من معرفة ما تقوله هذه الأصوات حقا، كانت مشوشة نوعا ما. لكن في النهاية بدأ الجميع في سماع الشيء نفسه، من كان خارجا أو ما كان خارجا كان يتحدث عن ريفيلينو تحديدا. يمكنهم سماع ذلك الاسم، وما كانوا يقولونه نوعا ما هو: إذا خرج ريفيلينو إلى هنا سنقتله. وفي اللحظة التي التقط فيها جميع الأولاد حقيقة أن هناك شخصا خارجا ويهدد بإيذاء ريفيلينو، كانوا جميعهم مثل: أبي ماذا نفعل ماذا نفعل؟ وريفيلينو هو يسمع هذا أيضا، لكنه يقول لأولاده: لا بأس، تعرفون
لا أعرف ما يحدث خارجاً، لكن بوضوح هناك شخص يلعب مقلباً قاسياً علينا. هذا مقلب، هذا لا يمكن أن يكون حقيقياً. وهكذا قال ريفيلينو لأبنائه أن خطتهم هي أنهم سيبقون مكانهم فقط. هم في هذه الغرفة، هم آمنون، الباب مقفل. سننتظر حتى تشرق الشمس، ثم سنكتشف من فعل هذا، من يلعب هذا المقلب علينا. وهكذا بالتأكيد بقي ريفيلينو وأبناؤه في غرفتهم نائمين بالكاد طوال الطريق حتى الساعة 6 صباحاً، عندما بدأت الشمس في الشروق مرة أخرى. وعند تلك النقطة قال ريفيلينو لأبنائه البقاء مكانهم وهو سيخرج للتحقيق. تعرفون، وبحلول هذه النقطة توقفوا عن سماع الأصوات. تعرفون، لم تكن هناك أصوات أخرى قادمة من المطبخ. شعر نوعا ما أن من كان ذاك قد مر. وهكذا انتهى التوتر، والأولاد مثل حسنا تعرف كن حذرا خارجا أبي. وهكذا يمشي ريفيلينو إلى الباب الذي يؤدي إلى المطبخ، يفتحه ورايموندو يمد عنقه ينظر إلى المطبخ، لكن تعرف لا يمكنه رؤية أي شيء يتحرك هناك حتى مع الضوء القادم. لذا يقول ريفيلينو حسنا أولاد ابقوا هنا. ثم يخرج ريفيلينو إلى المطبخ ويغلق الباب خلفه. وبينما هو خارجا هناك، رايموندو وإخوته يستمعون جميعهم بقلق. تعرفون، يتأكدون من أن والدهم ليس في مشكلة، لكنهم يسمعون فقط صوت والدهم يمشي بوضوح حول المطبخ، لا ضجيج لا شيء. ثم بعد بضع دقائق يعود ريفيلينو إلى الغرفة الرئيسية حيث الأولاد، ولديه سكين في يده، لكنه يقول لهم تعرف لا بأس، تعرف أحضرت هذا من المطبخ فقط في حالة عدم وجود شيء خارجا. الآن سأخرج خارجا وأتأكد من أنه لا يوجد أحد خارج الكوخ. حسنا، لذا مرة أخرى ابقوا مكانكم، سأعود قريبا. وهكذا مرة أخرى الأولاد ينظرون إلى والدهم مثل حسنا سنراك قريبا. مشى ريفيلينو مرة أخرى إلى المطبخ، أغلق الباب خلفه، ثم سمع الأولاد صوت الباب الذي يؤدي إلى الخارج يفتح، ثم على الأرجح خرج ريفيلينو إلى الخارج، وكانت تلك آخر مرة تحدث فيها الأولاد مع والدهم. بعد 6 أشهر في 10 مارس 1963 كان 5 رجال يصطادون في البرية غير بعيد عن كوخ عائلة رايموندو، وفي وقت ما صادفوا صخرة هائلة، وكانت هذه الصخرة تحتوي على شق لا يمكنك الذهاب إلى هناك. لكن بمجرد أن دخل رايموندو إلى الدخان الأصفر تبدد الدخان فحسب، اختفت الأسطوانات، وبمجرد أن انتهى كل شيء اختفى والده أيضا. ركض رايموندو حول منزله ينادي والده، يبحث في كل مكان، لكن لم يكن هناك أثر له. وهكذا بسرعة أخبر رايموندو وأخوته السلطات وأطلقوا البحث عنه. ولأيام بحثوا المنطقة بالقرب من تلك الصخرة أيضا، ولم يتمكنوا من العثور على ريفيلينو. وهكذا في النهاية تخلوا عن البحث. ثم بعد 6 أشهر تم العثور على جثته بشكل سحري في ذلك الشق. إلى يومنا هذا لا أحد يعرف ما حدث فعليا لريفيلينو، وكيف انتهى داخل شق الصخرة كبير فيها مثل فجوة كبيرة في هذه الصخرة. وحدث أن مر أحد الصيادين بجانبها ونظر إلى داخل هذا الشق ووجدوا هيكلا عظميا، وكان ذلك الهيكل العظمي يعود إلى ريفيلينو والد رايموندو. لكن تلك لم تكن نهاية القصة. بعيدا عن ذلك، لذا في اليوم الذي خرج فيه ريفيلينو من الباب الأمامي ثم لم يسمع عنه مرة أخرى، كان رايموندو وأخوته قد تلقوا تعليمات من والدهم بالبقاء مكانهم بينما يخرج ريفيلينو للبحث حول. لكن رايموندو شعر فقط بعصبية كبيرة بعد أن خرج والده من الباب الأمامي، وعلى الأرجح خرج إلى الخارج. لذا عصى والده، فتح الباب الذي يؤدي إلى المطبخ، وبمجرد أن فعل نظر نحو الباب الذي يؤدي إلى الخارج ورآه مفتوحا على مصراعيه. ورأى والده يخطو داخل سحابة هائلة من الدخان الأصفر، ووسط هذا الدخان كانت هناك أجسام اسطوانية تطفو في الهواء، تدور في دائرة تبدو وكأنها تبصق الدخان. ورايموندو لم يكن لديه فكرة عما ينظر إليه، لكنه رأى والده يمشي نوعا ما داخل هذه السحابة. ثم أصبح الدخان سيء جدا لدرجة أنه حجبه تماما عن والده. اختفى والده، وهكذا صاح رايموندو لوالده مثل أبي إلى أين أنت ذاهب؟ واندفع نحو والده لمحاولة إيقافه. شعر فقط مثل ذاك، كما أن الناس ليس لديهم فكرة عما كان ذلك الشكل الداكن الذي يتسلل عبر أرضية مطبخهم في الليلة السابقة لاحتفاء ريفيلينو.
أو من كانت تلك الأصوات التي تهدد بقتل ريفيلينو؟ أو الأجسام التي رآها ريموندو على ما يبدو تطفو في السماء تبصق دخان أصفر؟ لا أحد لديه فكرة عن أي من هذه الأشياء. كل ما نعرفه هو أن ريفيلينو اختفى، وبعد 6 أشهر ظهر ميتاً في ذلك الشق. لويس غارسيا في فترة ما بعد الظهر من يوم 1 يونيو 2018 توجه لويس غارسيا البالغ من العمر 36 عاماً إلى مدينة مكسيكو للقاء أخيه الأكبر. كان الاثنان قريبين جداً ومر بالكثير معاً. عندما كان لويس في 14 من عمره وأخوه الأكبر في 15، مر والدهما بطلاق فوضوي جداً، وخلاله ترك والدهما إياهم ولم يروه مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة تزوجت والدتهما مرة أخرى، وانتقل زوجها الجديد للعيش مع العائلة. وبعد فترة قصيرة اختفت والدتهما فحسب، والأولاد سألوا زوج أبيهم مثل أين هي؟ إلى أين ذهبت؟ لكن زوج الأب كان يقول: لا أعرف، خرجت في مهمة ولم تعد. والأولاد كانوا مشككين جدا في زوج أبيهم، لأن هذا لم يشعر بشيء كانت والدتهما ستفعله، مثل لن تتخلى عنهم. لكن بعد أيام قليلة فقط من اختفاء والدتهما اختفى زوج الأب أيضا، وهكذا فجأة ترك هؤلاء المراهقون للدفاع عن أنفسهم. الآن اتصل الأولاد بالشرطة، وتحديدا قالوا مثل: مهلا، نعتقد أن شيئا حدث لوالدتنا، نعتقد ربما أن زوج أبينا له علاقة ما، لكن الجميع تخلى عنه. وفتطلق الشرطة تحقيقا وستذهب للبحث عن والدتهم، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها، ولم يتمكنوا من العثور على زوج الأب أو الوالد البيولوجي. وهكذا بعد أن أنهت الشرطة تحقيقها، الأولاد مرة أخرى تم تيتيمهم الآن، ويعرفون يتعلمون الدفاع عن أنفسهم، لكنهم لم يتوقفوا أبدا عن البحث عن والدتهم. لما يقرب من عقدين استمروا في البحث في مدينة مكسيكو عن والدتهم، ولم يتمكنوا فقط من الحصول على أي نوع من الإغلاق، لم يعرفوا حقا ما حدث لها. وهكذا اليوم التقى الإخوان ليس للبحث عن والدتهم، بل للقاء في منزل طفولتهما. لذا بعد أن تخلت والدتهما وزوج الأب والدهم البيولوجي عنهم، عاش الأولاد في منزل الطفولة بمفردهم، تعرفون، يدافعون عن أنفسهم. نشأوا هناك، ثم في النهاية عندما كبروا بما يكفي انتقلوا وبدأوا حياتهم البالغة بأنفسهم، لكنهم لم يبيعوا المنزل أبدا، احتفظوا به نوعا ما في حوزتهم وتركوه يجلس هناك. لكنهم الآن يعودون يعرفون للتنظيف ونوعا ما تحديد إذا أرادوا أجراء بعض التجديدات، ونوعا ما إصلاح المكان، يعرفون ربما لبيعه، لم يعرفوا. وهكذا التقى الإخوان في المنزل، يدخلون داخلا وتعرفون لا تزال هناك صور على الجدران، تعرفون صور عائلية قديما، وهناك تعرفون كل هذه الذكريات تأتي متدفقة، الكثير منها حزين جدا ومقلق. لكن تعرفون مثل الأخوين يستمتعان جيدا فقط بالسير في ذكريات الماضي، وفي وقت ما يقرران: حسنا، تعرفون ماذا؟ لا ننظف هذا المكان فقط، بل هناك أيضا بعض التجديدات الأساسية التي تحتاج حقا إلى الحدوث هنا، مثل المكان جالس هنا لسنوات، سقط نوعا ما في الإهمال، دعونا نصلح هذا المكان. وهكذا خلال الأيام القليلة التالية سيتصلون ببعض المتعاقدين لبدء بعض التجديدات الأساسية في المنزل، بينما يستمر الأخوان في تنظيفه وتعبئة الأشياء ونوعا ما تهيئته لما سيكون عليه. وفي يوم معين عندما كانت مجموعة من المتعاقدين تعمل في غرفة النوم الرئيسية، كان الأخوان في غرفة المعيشة يقومان بأمرهما عندما سمعوا ضجيجا كبيرا قادما من جناح النوم الرئيسي. بدأ أحد المتعاقدين في الصراخ على الأخوين للدخول إلى هنا والنظر إلى ما وجده. نهض الأخوان يندفعان إلى جناح النوم الرئيسي وينظران إلى شيء كان جالسا فقط على الأرض، وفي البداية لم يعرفا حتى ما ينظران إليه. لكن بعد ذلك المتعاقد بعد عقدين يقوم بتجديدات للأخوين داخل ذلك المنزل، أدخل مطرقته في الجدار في جناح النوم الرئيسي، وعندما سحبه مرة أخرى سقط جسم أبيض من الجدار، وكان ذلك الجسم جمجمة والدتهما. وبعد تفكيك الجدار والنظر داخلا سيجدون بقية هيكلها العظمي بوضوح مربوطا ومكمم الفم. ثم ربما الأكثر إزعاجا من كل شيء هو أنهم سيجدون في الجدار كل هذه علامات الخدش، مما يشير إلى أنها كانت حية عندما وضعت هناك، مما يعني أنها كانت هناك تحاول يائسة جذب انتباه أبنائها لإنقاذها، لكن لا أحد يمكنه سماعها.
بعد هذا الاكتشاف المروع ذهب الأخوان إلى الشرطة في مدينة مكسيكو وأخبروهم بما حدث، وستأتي الشرطة إلى المنزل. سينظرون في كل مكان ويحاولون معرفة تعرفون ما حدث لوالدتهم، من قتلها، لكنهم لم يتمكنوا من حلها. الآن الشرطة دائما اشتبهت في أن زوج الأب على الأرجح له مستوى من التورط هنا، فقط بالنظر إلى الحقيقة أنه اختفى بعد أيام قليلة من اختفاء الأم، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من تحديد مكانه. ومن المحتمل جدا أنهم لن يفعلوا أبدا، لأنه اليوم سيكون قد تجاوز 90 بكثير، ومن المحتمل جدا أنه ميت بالفعل. يدخلون داخلا وتعرفون لا تزال هناك صور على الجدران، تعرفون صور عائلية قديمة، وهناك تعرفون كل هذه الذكريات تأتي متدفقة، الكثير منها حزين جدا ومقلق، لكن تعرفون مثل الأخوين يستمتعان جيدا فقط بالسير في ذكريات الماضي، وفي وقت ما يقرران حسنا تعرفون ماذا؟ لن ننظف هذا المكان فقط، بل هناك أيضا بعض التجديدات الأساسية التي تحتاج حقا إلى الحدوث هنا، مثل المكان جالس هنا لسنوات، سقط نوعا ما في الإهمال، دعونا نصلح هذا المكان. وهكذا خلال الأيام القليلة التالية سيتصل هنا ببعض المتعاقدين لبدء بعض التجديدات الأساسية في المنزل، بينما يستمر الأخوان في تنظيفه وتعبئة الأشياء ونوعا ما تهيئته لما سيكون عليه. وفي يوم معين عندما كانت مجموعة من المتعاقدين تعمل في غرفة النوم الرئيسية، كان الأخوان في غرفة المعيشة يقومان بأمرهما عندما سمعوا ضجيجا كبيرا قادما من جناح النوم الرئيسي. بدأ أحد المتعاقدين في الصراخ على الأخوين للدخول إلى هنا والنظر إلى ما وجده. نهض الأخوان يندفعان إلى جناح النوم الرئيسي وينظران إلى شيء كان جالسا فقط على الأرض، وفي البداية لم يعرف حتى ما ينظران إليه، لكن بعد ذلك المتعاقد بعد أن هدأ أخبرهما ما هو، وفجأة فهم الأولاد ما حدث لوالدتهم. سيتضح أن الأخوين كانا على حق، لم تخرج والدتهما فحسب وتتخلى عن أبنائها، بدلا من ذلك في اليوم الذي خرجت فيه والدتهما ولم تعد مرة أخرى، بطريقة أو أخرى تم ربطها وكم فمها وحشرها داخل جدار منزل عائلتهما. ونعرف هذا لأنه عندما كان ذلك المتعاقد بعد عقدين يقوم بتجديدات للأخوين داخل ذلك المنزل، دخل مطرقته في الجدار في جناح النوم الرئيسي، وعندما سحبه مرة أخرى سقط جسم أبيض من الجدار، وكان ذلك الجسم جمجمة والدتهما. وبعد تفكيك الجدار والنظر داخلا سيجدون بقية هيكلها العظمي بوضوح مربوطا ومكمم الفم. ثم ربما الأكثر إزعاجا من كل شيء هو أنهم سيجدون في الجدار كل هذه علامات الخدش، مما يشير إلى أنها كانت حية عندما وضعت هناك، مما يعني أنها كانت هناك تحاول يائسة جذب انتباه أبنائها لإنقاذها، لكن لا أحد يمكنه سماعها. بعد هذا الاكتشاف المروع ذهب الأخوان إلى الشرطة في مدينة مكسيكو وأخبروهم بما حدث، وستأتي الشرطة إلى المنزل. سينظرون في كل مكان ويحاولون معرفة تعرفون ما حدث لوالدتهم، من قتلها، لكنهم لم يتمكنوا من حلها. الآن الشرطة دائما اشتبهت في أن زوج الأب على الأرجح له مستوى من التورط هنا، فقط بالنظر إلى الحقيقة أنه اختفى بعد أيام قليلة من اختفاء الأم، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من تحديد مكانه. ومن المحتمل جدا أنهم لن يفعلوا أبدا، لأنه اليوم سيكون قد تجاوز 90 بكثير، ومن المحتمل جدا أنه ميت بالفعل. والآن من بالين ستوديوز إليكم مقطعاً من بودكاستنا الجديد كلياً يدعى لمسة من التاريخ. بعد الاستماع تأكدوا من البحث عن لمسة من التاريخ على أي منصة بودكاست تستمعون إليها، وامنحونا متابعة وابدأوا في الاستماع. حلقة جديدة تنزل كل أربعاء. إنه 9 يوليو 1910 في لندن، إنجلترا. صبي يبلغ من العمر 16 عاماً يطير أسفل 4 درجات من مبنى مكتبي خرساني ويخرج إلى شارع البورو هاي على الضفة الجنوبية لنهر التايمز. يصيبه الضجيج فوراً. الناس يندفعون أسفل الرصيف. الطريق مليء بمزيج من عربات تجرها الخيول والسيارات المهتزة. الشارع مزدحم جداً لدرجة أنه يغلب الصبي. يسحب قبعته بسرعة أكثر لتغطية وجهه جزئياً، ويبدأ في التنقل عبر حركة المشاة. يرمي عينيه يميناً ويساراً مقتنعاً بأن شخصاً ما سيعرفه. يشعر بنبض قلبه حتى في أذنيه.
يستمر في الاندفاع والمسح في الشارع، لكن لا أحد ينتبه إليه، لذا يرتاح الصبي أخيراً قليلاً، يبطئ إلى مشية عادية ويتوجه إلى مدخل محطة لندن أندرغراوند قريبة. بعد دقائق قليلة يرى الصبي والده قادماً نحوه، يحمل حقيبة صغيرة واحدة. يحيي الصبي والده ويركضان أسفل الدرجات معاً إلى الأندرغراوند في الوقت المناسب تماماً لالتقاط القطار التالي. يشاهد الصبي أبواب القطار تغلق وكتلة الركاب الخارجين، ينظر حوله للتأكد من أنه لا يزال لم يعرف بأحد، ويتبع والده على متن القطار. بينما يستمر عربة القطار في الامتلاء، يخفض الصبي ووالده رأسيهما، يتجنبان التواصل البصري مع زملائهم الركاب. وأخيراً يبدأ القطار في التحرك أسفل السكك الأرضية، ويتنفس الصبي ووالده الصعداء. بدأ هروبهما من إنجلترا. شكراً جزيلاً على المشاهدة. أخبروني برأيكم في حلقة اليوم في التعليقات، وتذكروا لدينا مئات الفيديوهات للاستمتاع بها الآن، لكن إذا كنتم تبحثون عن توصية مني لفيديو واحد يستحق وقتكم، حسناً، إنه هذا الذي هنا مباشرة، لذا شاهدوه. حسناً، حتى المرة القادمة. أراكم في حلقة جديدة. كنتم معكم هند.